اللي حصل معي انا شخصيا، كنت في فرح من افراح اخواتنا المسيحيين في قرية العضايمة. طبعا اخواتنا المسيحيين محبين لي وانا بحبهم وبحترمهم وبقدرهم، كانوا دائما اي فرح عندهم بيدعوني فيه، لاني انا يعني في ألفة بيني وبينهم. ولكن اتفاجأت اني الكنيسة رفضت ليلة الكف. فانا طبعا رحت وقابلت القمص هناك واتكلمت معاه، وبقول له ايه سبب رفض الكنيسة لليلة الكف في الفرح. قال لي احنا مش بنرفض ليلة الكف عشان خاطر الفنان ولا عشان خاطر الفن ولا عشان خاطر الابداع، ولا احنا بنأيد الابداع وبنأيد الفن. والناس كانوا معايا يعني بصراحة بكل احترام. قال لي احنا بنرفض اللي بيحصل في ليلة الكف. يعني اللي بيحصل في ليلة الكف احنا بنرفضه. انت متخيل الكنيسة او المسجد او الاوقاف مش رافضين الفن والابداع، ولكن هم رافضين اللي بيحصل النهارده. ساحة ليلة الكف او ليلة الفن دي بقت عبارة عن ساحة لبيع الخمور والمخدرات. وخلي بالك يعني اللي ايده في المية غير اللي ايده في النار. اسألني انا، يعني شفت بعيني وسمعت بودني واعرف الدهاليز والحاجات اللي بتحصل في الليل. بعرف الاتفاق بيكون مع مين ومين اللي بيحاسب ومين اللي بيدفع ومين. فيعني كون اني الكنيسة كموضع ديني والمسجد الاوقاف ترفض حاجة بتحصل في ليالي الكف، يبقى لا، هنا في حاجة غلط. صح. لازم احنا نرجع ونقطة من اول الصف. انا بصراحة كشخصي ونفسي كفنان من ضمن فنانين الكف، انا رفضت الوضع ده، لانه بصراحة ولا اجتماعيا ولا اخلاقيا ولا من قيمنا ولا من عاداتنا في الصعيد.